الكرة العربية أصبحت في مزاد علني. المقابل ليس عمدة أو فتوة، وإنما حكم صيني. قطر تشتري العقول الأوروبية بمبالغها، دفعت ما دفعت، استثمرت إن الدورة بعرضها، وقامت تشتري حكام، تشتري مراقب الخاط، تشتري وتشتري. الحكم الصيني كتفاهة علي رضا، أصبحت العقول تتعامل بالنقود. إذن الرياضة إلى الهاوية. عملوها مع المنتخب أسود الرافدين الذي يشرفهم أقولها ثلاثة. والآن أنا لا أحب الأردن جدا، لأنهم قبلوا التزوير والزيف والتفاهة حسابا على المنتخب العراقي، وصدقوا بأنهم مصدرين. وأيضا قطر بلاعبيها، وهذا عفيف الذي خدموه وهو لا يجيد حتى اللغة. هو يتكلم، يهدي عن زوجته، يهدي لهم هدية مزيفة. زين، نتمنى آسيا جديدة بحكام أصلاء، ليس تفاهة إيران وتفاهة الصين. والآن العراق، لك الله يا عراق، يصح الصحيح حتما، وتبا لجماعة الرشوة. بسام التركي.